بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا خاوتنا رانا في خريسية. شوفوا الناس واش راهي دير. داروا الرهج للقطوطة. وربي سبحانه يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. هذيك رانا في خريسية. شوفوا الناس واش راهي دير في 2021. في 2021 الناس راهي دير في الرهج. هذا راهو يتوجع. الناس دير في الرهج للحيوانات. هو الثابت في الأثر أنه مومس من بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها سقت كلبا الماء. وفي القرآن ذكر ربي سبحانه عز وجل المرأة التي أمسكت قطة لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل في خشاش الأرض، فكانت سببا في دخولها النار. شوفوا الناس. هاي لك هذه لاسيتي على جلا بوبال. هاي لك واحدة أخرى ميتة. سبحان الله سبحان الله. هذه راهي أمة كيما انت، كيما تقتل أخاك العبد ولا تقتل الحيوان اللي ما يأذيكش نفس الشيء. هذا هاوليك داروا لهم الرهج في اللحم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هاذيك رانا في خريسية. هاذيك هذه شحال عندها وياك؟ واحد الساعة كثر. هاذيك يا ناس. هذا يقدر يقتل إنسان، يقدر يفسد. هذا هو الإفساد في الأرض. هذا هو الإفساد في الأرض. وسفك الأنفس. هايدي القط يرحم خوه. شوف القط يرحم خوه، وإنسان ما يرحمش قط. هايدي المهم خاوتي، أنا حبيت نلحق ميساج صغير للناس هادو باللي ان شاء الله اللي دار هاد العفسه ان شاء الله يتلاقى بالفيديو تاعي ويعرف باللي هذا الحيوان راح يقاضيك امام الله عز وجل يوم القيامه. دير في بالك باللي راك موقوف امام الله عز وجل على هذا الامر، لان هذا روح، هذا خلق ربي، هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا الحيوان اللي قتلته يقدر يكون سببا في دخولك النار، كما يقدر يكون سببا في دخولك الجنة، والأمثلة كثيرة. والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.